قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الفقهاء: الحج واجب على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادرا على الزاد والراحلة ونفقة ذهابه وإيابه، فاضلا عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلى حين عودته، ويكون الطريق آمنا. ولا تحج المرأة إلا بزوج أو محرم إذا كان سفرا، ونفقة المحرم عليها، وتحج معه حجة الإسلام بدون زوجها أو بدون إذن زوجها. هذه هي الاستطاعة، وهذا هو تعريف الفقهاء لمعنى الاستطاعة. فإذا تحققت الاستطاعة لكل مسلم بهذا المعنى، فهل يكون الحج على الفور أم على التراخي؟ بمعنى أنه يجب عليه فورا أن يؤدي الحج في العام الذي تحققت فيه الاستطاعة، أم أنه يجوز له أن يؤخر الحج إلى ما بعد ذلك؟ الحنفية ومالك وأحمد والمزني من الشافعية قالوا بأنه على الفور، أما الشافعية فقالوا بأنه على التراخي. الإمام أبو يوسف من الحنفية قال بأنه على الفور، أما الإمام محمد فقال يجب على التراخي والتعجيل أفضل كما قال الشافعية. وتحقيق الكلام عند السادة الحنفية أن الأمر بالحج عند وجود الاستطاعة هو طلب المأمور به وهو الحج، ولا دلالة عليه ولا قرينة على الفور أو التراخي، فأخذ بذلك الإمام محمد. وقوى ذلك عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج سنة 10، وفريضة الحج كانت قبل ذلك، فقيل فرض الحج سنة 7، وقيل فرض سنة 9، وقيل فرض سنة 5، كما ذكرنا قبل ذلك في فرضية الحج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج للعمرة في سنة 6 من الهجرة عام الحديبية، وصده المشركون واعتمر من العام القابل سنة 7 ولم يحج، وفتح مكة سنة 8 من الهجرة، وبعث أبا بكر الصديق أميرا على الحج سنة 9، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 10. أما من قال من الفقهاء بالفورية بأن الحج واجب على الفور، استدلوا بقول الحق سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله والأمر على الفورية. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، ولأنه أحد أركان الإسلام فكان واجبا على الفور. إذن هذا هو معنى الاستطاعة التي ذكرها الفقهاء، وهذه آراء الفقهاء في تفسير الحج، هل هو على الفور أم هو على التراخي؟